أصدقائي الأحبة، مساء الخير عليكم أينما كنتم. هل شعرت يوماً أن هناك شيئاً خفياً يربطك بامرأة، إحساساً لا تستطيع وصفه بالكلمات بدقة؟ ربما خطر ببالك سؤال في لحظة صمت: هل مشاعرها تتجاوز مجرد الإعجاب العادي لتصل إلى انجذاب أعمق وأكثر حضوراً؟ وكيف يمكن للرجل أن يميز إن كانت المرأة تشعر برغبة حقيقية في القرب منه؟ في كثير من الأحيان تظهر هذه الأمور من خلال نظراتها وتعابير وجهها. فالوجه يبوح بالكثير دون أن تنطق المرأة بأي كلمة. والعينان تحديداً تكشفان ما تحاول إخفاءه. في هذا الحديث سنستعرض أبرز العلامات التي قد تشير إلى انجذاب المرأة عندما تكون في حضورك. لكن قبل أن نبدأ نوضح نقطة مهمة. ليست كل النساء يعبرن عن مشاعرهن بنفس الأسلوب، ولا يمكن اعتبار هذه العلامات قاعدة ثابتة تنطبق على الجميع. كما نؤكد أن هذه المعلومات يجب استخدامها فقط في إطار العلاقات الزوجية الشرعية، والهدف منها تعزيز التفاهم والتواصل بين الشريكين. هذا المحتوى مقدم من قناة إشارات خفية، دليلكم لفهم أعمق للعلاقات الإنسانية. ولا تنسوا الإعجاب وكتابة آرائكم في التعليقات. العلامة الأولى هي العيون مرآة المشاعر الحقيقية. العيون تعتبر أول نافذة تكشف مشاعر المرأة بصدق. إذا لاحظت أنها تنظر إليك مطولاً وكأنها تتأمل تفاصيلك بعناية، فقد يكون ذلك دليلاً على انجذابها. ولا تركز فقط على النظرة المباشرة. انتبه أيضاً للنظرات الجانبية الخجولة، وخاصة إذا كانت مصحوبة بابتسامة خفيفة عابرة. هذا النوع من النظرات يجمع بين الرغبة في الرؤية والخجل من الاعتراف بها في الوقت ذاته، وهو من أصدق الإشارات وأكثرها طبيعية. العلامة الثانية هي ترطيب الشفاه أو لمسها. عندما تشعر المرأة بانجذاب قد تلاحظ أنها تلمس شفتيها أو ترطبهما بشكل تلقائي أثناء حديثها معك أو استماعها إليك. هذه الحركة في الغالب تكون غير مقصودة، وتعكس استجابة داخلية لمشاعر تعيشها في تلك اللحظة. قد يصحبها عض خفيف للشفاه أو لمسها باليد بشكل عابر. وهي تفاصيل صغيرة في مظهرها، لكنها تحمل دلالة نفسية واضحة لمن يعرف كيف يقرأها في سياقها الصحيح. العلامة الثالثة هي التركيز على ملامح وجهك أثناء الحديث. إذا لاحظت أن نظرها ينتقل باهتمام بين ملامح وجهك أثناء الحديث، وكأنها تتابع كل تعبير وكل حركة بعناية ودقة، فهذا قد يعني أن اهتمامها بك يتجاوز مجرد متابعة الكلام. المرأة التي تنجذب نحو شخص ما تجد نفسها منجذبة بشكل لا إرادي لمتابعة تفاصيله البصرية. وهذه العلامة تصبح أكثر وضوحاً عندما تلاحظ أنها تنتبه لتعابير وجهك حتى في لحظات الصمت الهادئة. العلامة الرابعة هي حركة الحاجبين. حركة الحاجبين قد تبدو تفصيلاً صغيراً، لكنها تحمل دلالات نفسية مهمة. رفع الحاجبين بشكل خفيف أثناء النظر إليك أو أثناء الاستماع إليك يعكس اهتمامها وانفتاحها على ما تقدمه. هذه الحركة الصغيرة هي إشارة غير لفظية يبعثها الدماغ تلقائياً عند الاهتمام والانجذاب، وتحدث في جزء من الثانية دون أن يدركها الشخص بوعي كامل. العلامة الخامسة هي التقارب الجسدي غير المبرر. محاولة المرأة الاقتراب منك دون سبب واضح تعتبر من العلامات الأكثر لفتاً للانتباه. مثل أن تميل بجسدها نحوك أثناء الحديث، أو تلامسك بشكل خفيف عند المصافحة لفترة أطول من المعتاد. هذه التصرفات قد تدل على رغبتها في تقليل المسافة بينكما. والمسافة الشخصية بين الناس ليست عشوائية، فالإنسان يحافظ على مسافات مختلفة مع مختلف الأشخاص بحسب مستوى ارتياحه. وعندما تقلص المرأة هذه المسافة طوعاً، فهذا يعبر عن شعور داخلي حقيقي. العلامة السادسة هي لمس الوجه أو الشعر أثناء الحديث. قد تلاحظ أنها تلمس وجهها أو تعبث بشعرها أثناء الحديث معك.
هذه الحركات رغم بساطتها الظاهرية قد تعكس شعوراً بالاهتمام أو بعض التوتر الإيجابي الناتج عن الإعجاب. كما أن لمس الرقبة أو الخد بشكل متكرر قد يكون مؤشراً على خجلها في حضورك. وهذه الحركات هي نوع من التهدئة الذاتية التي يلجأ إليها الجسد عندما يشعر بتحفيز عاطفي يحتاج إلى تفريغ بطريقة لا إرادية. العلامة السابعة والأخيرة هي احمرار الوجه وتغير التعابير. عندما تشعر المرأة بالإعجاب أو بالحرج في حضورك قد يحمر وجهها بشكل لا إرادي تام، وخاصة في المواقف القريبة. وهذا الاحمرار ليس قراراً تتخذه، بل هو استجابة فيزيولوجية حقيقية يطلقها الجهاز العصبي اللا إرادي. كذلك تغير تعابير وجهها بشكل مفاجئ عند وجودك، مثل الانتقال من الجدية إلى اللطف الفجائي أو من التوتر إلى السعادة الواضحة. قد يعكس مشاعر داخلية تحاول التحكم فيها دون أن تنجح دائماً. وأثناء الحديث معها لاحظ مدى انتباهها الحقيقي لما تقوله. هل تركز على كل كلمة؟ هل تتابع تعابير وجهك بدقة؟ هذا التركيز العميق يدل على اهتمام يتجاوز المجاملة الاجتماعية. وقد يظهر عليها بعض الارتباك عندما تكونان بمفردكما، مثل تغيير وضعية جلوسها أو تحريك يديها باستمرار. وفي النهاية تذكر دائما أن لغة الجسد وتعابير الوجه تكشف الكثير مما لا يقال بكلمات. لكن الأهم من قراءة هذه الإشارات هو الاحترام والثقة، فهما أساس أي علاقة ناجحة ومتينة. ولا يجب التسرع في إصدار الأحكام بناء على إشارة واحدة معزولة. انظر دائما إلى النمط الكامل وإلى السياق المحيط، لأن الصورة الكاملة دائما أصدق وأدق من أي تفصيلة منفردة. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نحن في قناة إشارات خفية نحرص دائما على تقديم محتوى مفيد يساعدكم على فهم العلاقات الإنسانية بعمق أكبر. نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله.